رسالة موجهة ليك عزيزي المدريدي، أعتقد إن الكلمتين اللي جايين دول ممكن يضايقوك من أي شخص تاني، لكن ممكن يعني تعديهم شوية من مشجع مدريدي زيه زي. بص، أنا عارف إن أنت متضايق جدا من تشابي ألونسو، ولكن الكلمتين اللي جايين دول ممكن يغيروا وجهة نظرك، يعني حاجة بسيطة. أنا مش هقول لك لو جبت أي مدرب في الدنيا في نص الموسم وأقلت تشابي ألونسو، حتى لو زيدان نفسه مش هيعمل لك أي نتائج كويسة من نص الموسم، دي عادي وهعديها لك. عارف وشفت زيك إن ريال مدريد أنشيلوتي وريال مدريد تشابي ألونسو لما عملوا مقارنة ما بين أول 14 مباراة، نفس ال 11 فوز ونفس الثلاث تعادلات ونفس الخسارة ونفس الاجوال اللي اتسجلت تقريبا ونفس الاجوال اللي دخلت في ريال مدريد. ممكن انشيلوتي احسن كمان في الاجوال اللي دخلت والاجوال اللي استقبلناها، لكن هل عندك اي نوع من انواع الشك ولو الواحد في المية ان الفريق الموجود دلوقتي تحت قيادة تشابي الونسو اللي مش عاجبك ده هش وضعيف بسبب انشيلوتي؟ هل عندك شك 1% ان الرجاله اللي تشابي الونسو اتقال له قلل فيديوهات التكتيك وقلل شويه من انت تعلم اللعيبه تكتيك في اول موسم ليك في تيجي فيه ريال مدريد، لان اللعيبه مش فاهمه اي حاجه بسبب ان اللي قبله ما كانش بيعمل اي حاجه من الحاجات دي، بسبب ان اللي قبله كان عامل فريق ضعيف ومفكك ومالوش اي علاقه بالتكتيك وما يفقهش اي حاجه عن التحركات والتمركز واللامركزيه والمثلثات والمربعات وكل الكلام اللي ليه علاقه بفكر في الملعب. لو ما تعرفش كل الكلام ده فاعتقد لازم تراجع نفسك.